المنصورة أمام أعيننا ولا نقدر على دخولها. ماذا أفهم جنرال؟ هل أفهم أننا وصلنا هنا؟ الآن فهمت حلمك القديم، فالسخط في الحلم هي دي. أخشى تكمات الحلم لا تعبر هذا النيل. اسكت! لم أعد أسمع منك إلا معي كربون وأحاديث الشوق. عجيب أمر الإنسان، لا يرضى يسمع إلا ما يحب. ماذا نفعل يا جنرال؟ كيف يتم عبور هذا النيل؟ هذا النيل الهادئ يستهزئ بنا ويسخر منا. أكره بالطالع شؤم الأيام. اسكت! اسكت أو أخرى عنك! سيد الجنرال، الإعرابي الذي أبلغنا بموت الملك الصالح يطلب إذنا بالدخول. أدخل، هذا ليل العرافين والخون. إني عراف، مفروض أن أقرأ طالع تلك الحمل. جدي كان عراف الأول، مات قتيلا وغريبا. قالوا بقبر في بلدة تدعى حطين، مات على يد جنود صلاح الدين. أما الوالد فكان العراف الثاني، مات قتيلا وغريبا أيضا. قبره يبعد خطوات على المنصورة، مات برمح أحد جنود الملك الكامل. أما أنا فالعراف الثالث، جئت إلى حيث يموت العرافون. ماذا في الشرق ينادينا حتى ندفن فيه؟ سيد الجنرال، الإعرابي، تعال، ماذا لديك من أخبار؟ أحمل مفتاح المنصورة. أنت الآخر تعلمت ألغاز العراقين. عن أي مفتاح تتحدث يا هاسم؟ أنا لا أعطي مفتاح المنصورة مجانا. إذا الأمر هكذا. إذا كان سرك يعبر بنا النيل فلك ما شئت ولك كل ما تطلب. أطلب 500 بزنط ذهبي. وافق، قل ما عندك. أقبض أولا. خذ. إذا اسمعوني، على مقربة من هنا توجد قرية اسمها سلمون. اذهبوا إليه. لماذا؟ ستعبرون النيل من أمامي. كيف؟ أمام هذه القرية توجد منطقة في النيل ماؤها منخفض، تستطيع خيولكم عبورها فورا، فارتفاع المياه هناك يصل إلى إبط الحصان فقط. إذا حدد لي هذه المنطقة بالضبط. بالضبط. نعم. إذا 500 بزنط أخرى. تسومك اليهود؟ لا شك بأنك لست مصريا. أنا لا وطن لي، وطني حيث أكبر. قل وسنعطيك أكثر مما تطلب. هذا رسم يوضح منطقة العبور بالضبط. أنت جد يا رجل؟ كل الجد، فقد عبرتها وأنا قادر. إذا انتهت الأزمة. والفضل لي. والآن أريد يا فتى الاتفاق. أعطوني. هي الخيانة إذا. من كان خائنا بطبعه سهل عليه أن يكوننا نحن. سادتي، الليلة نعبر النيل لنصل المنصورة. من الذي ضغط؟ لا تفرح كثير، المعركة لم تنتهي بعد. أخذ قادم ببقية الجيش وساعدها. ماذا فيك منه؟ ماذا صديق مبروك؟ سيدي القاسم، أهل مرزوقة المحبة بالسعودية والحجاز في حوالي الأزقة. إنه يوم النصر. أسرعوا يا جنود، لا تتركوا جنديا للعدو يهرب. سيد القائد، جيشنا يحاصر معسكر الفريسيين وهم يسقطون. هي النهاية إذا.
ينادينا حسان الفنافيس. ماذا بالصوت ينادينا حسان الفنافيس؟ ماذا بالصوت؟ والموت لا، بل هو الأسرى أيها الملك. أسيرنا ملك وسيعامل معاملة ملك. أيها الملك، هيا معنا. إلى أين؟ إلى دار القاضي بن ركمان. هي السجن، بل تنزل فيها ضيفا حتى يصدر الأمر قراره. إن التقينا مرة أخرى سوف أظل أذكر إخلاصك. أما إن لم نلتقي فانسى وقع هذه اللحظة لا ترويها لأحد. هل تأمر جلالتك بشيء آخر؟ إن لكم أخلاقا نبلاء كما كنا أعرف أن الشرق نبلاء. شكرا لكم. وداعني يا من نصحتني ولم أستمع له. وكان في كارثة. وشكرا لمجموعة طلاب مراكز تنمية المدرسات